قصة فيلمنا اليوم كتبدا في بوليفيا، في واحد المنطقة صحراوية وخاوية كتصفر معروفة باسم التيبلانو. هاد البلاصة كاينة في أمريكا الجنوبية وكتربط بين ثلاثة البلدان، بوليفيا والشيلي وبيرو. الأرض تما ناشفة ويابسة بزاف وعامرة غير بالجبال. غادي نتعرفوا على جوج الناس من ولاد البلاد، فيرجينيو وسيزا. دارهم بعيدة شوية على الفيلاج وعايشين بوحدهم بعاد على الصداع والبشر. باين عليهم كبروا في العمر، ولدهم تزوج وهز مرتو ومشى عليهم من شحال هادي، حيت كان باغي يعيش في المدينة ويبعد بمرة على هاد البلاصة الخاوية حيت ما فيها ما يدار. وطبعا الحياة قاصحة عليهم بزاف، حيت كيضربوا تمارة بوحدهم وكيديروا كل شيء لراسهم، والشغل صعيب عليهم. مرة كيجي حفيدهم يطلع عليهم سميتو كليفر. كل صباح فيرجينيو كيكون مشغول مع البهايم ديالو، كيحاول يقابلهم ويرعاهم باللي قدر عليه، وسيزا ديما كتوصيه ما يتعطلش برا ويرجع بكري. وزيد عليها مسكين كيضطر يضرب طريق طويله بزاف باش يوصل للبير ويجيب شويه د الماء باش يرويو عطشهم. غادي نفهموا من بعد باللي فيرجينيو مريض شي مرض خطير ومخبي على مراته، ما بغاش يعاود ليها باش ما تبرزتش وتخلع عليه ويبقى بالها مشغول. مخلي داك السر في قلبه، كيحاول يتصرف عادي ولكن ديما كيفكر كيفاش غادي تعيش هي من بعدو وكيفاش غدير لهاد الزمان بوحدها. بالو ديما مشغول بهاد الشيء لدرجة ما كيبقاش كاع يسمعها شنو كتقول، غارق في الهموم والافكار اللي ما كتقاداش. كل نهار كيرجع يدير نفس الروتين بلا ما يمل، وسيزا كتبقى في الدار تشقى وتقاد المسائل وكتعاونو بجهدها كامل. كتدعي وتتمنى تصب الشتا قريب حيت الارض نشفات وما بقاش فيها ما يتكال، وكتبقى حاضيه الطريق من بعيد كتسنى راجلها يبان، والشمس كتكون قاصحه وكتعميها في العينين. ومع الوقت فيرجينيو كيبدا يقرب للموت شويه بشويه بلا ما تحس سيزا. كيفكر يصارحها ويعاود ليها كل شيء باش تكون موجده راسها وما تصدمش. وملي كيجلسوا ياكلوا ما كيبغيش ياكل ولا يشرب، كيبقى ساهي وكيجيب السباب اللي راه غير عيان شويه وباغي يرتاح. لا غد ليه في الصباح خرجوا يجلسوا مجموعين في الشمس ويتحدثوا شويه وهما كيتسناو الشتا تصب باش ترحمهم والوضع يتحسن. وفجاه طاح حداها سخف والخوف والحزن باينين في عينيه. سيزا بقى فيها الحال بزاف على راجلها وتأكدت باللي راه مخبي عليها شي حاجة كبيرة. بقات كتحاول تواسيه وتخفف عليه اللي قدرات عليه. من بعد شي ساعات اضطر يمشي يجيب الماء من البير كيف العادة، وطريق طويلة وتمارة. سيزا قررت هاد المرة تعاونو ومشات هي لأقرب قرية باش تعمر الماء، ولكن تصدمات ملي لقات البير ناشف وما فيه حتى نقطة د الماء. اضطرت تمشي لواحد الواد صغير، لقات تما بزاف د العيالات جايين على نفس الغرض وشي وحدين كيصبنوا حوايجهم تما حيت الماء تقطع في القريه. وبان ليها باللي هادوك الناس كاملين شارفين وكبار في السن، حيت الشباب كلهم هربوا للمدينه باش يبداو حياه جديده. وبما ان الماء بدا كيتقادى والبيار نشفات، حتى الشيبانيين بداو كيفكروا يهزوا الرحيل ويخويو البلاد. في الليل عاودت سيزا لراجلها داكشي اللي وقع والهضره اللي سمعات من الناس الدوار. الغريب هو أن فيرجينيو ما تسوقش وما اهتمش، بقى بالو مشغول غير بالمصيبة اللي طايح فيها، وقال لها ما تعمريش راسك بهذا الشيء، ربي كبير وغادي يحلها من عنده. لغد ليه في الصباح مشى تلاقى واحد صاحبه وتجبد الموضوع د القرية والجفاف. فيرجينيو حلف لا يتحرك من تما، وبالنسبة ليه يموت في دارو وأرضو حسن ما يمشي يعيش في بلاصة أخرى، وعنده أمل كبير شتا تصب قريب وكل شيء يتحل. دوزو شي ايامات وجا حفيدهم كليفر يزورهم كيف ديما. فهمنا من الهضره باللي علاقته باه مكهربه وما فاهمينش، ووالديه قربوا يطلقوا. العجيب هو ان كليفر متعلق بزاف بجدو وجداته وكيرتاح معاهم وكيلقى راحته. غير شاف جدو دخل من برا جرى عنده يسلم عليه بحب، ولكن تصدم ملي شاف جدو ساهي وما دهاش فيه بحال الا كاع ما شافو. في العشاء تجمعوا وبقى فيرجينيو ساكت ومقلق كيحاول يخبي داكشي اللي ضارو باش مراتو ما تحس بوالو. في الصباح خرج يتمشى هو وحفيدو. كليفر بدا كيزير عليه في الهضره حيت شاف جدو ماشي هو هذاك ومغير، ولكن فيرجينيو دار غير داكشي اللي فراسو وبقى مخبي عليه حتى هو. من بعد جلسوا في واحد البلاصه وتما كليفر تصدم ملي شاف جدو كياكل طرف د الخبز يابس حيت الوقت قاصحه في ديك القريه. تما الدري وعى بالفرق الكبير بيناتهم، هو عايش في الرفاهيه في المدينه وجدو عايش الفقر وتماره. واخا هكاك بانت ليه حياته في المدينه واخا فيها كل شيء راها ناقصه وما عندهاش طعم وما نفرحهاش. في ديك اللحظه حط التليفون من يدو وقرر يديها في جدو ويعطيه وقته كامل.
في ذاك الوقت فيرجينيو بدا كيعاود لحفيدو على حياتهم وكيفاش ان السن حكم عليه وكل شيء ولا صعيب. الصحه مشات وما بقاش قاد يدير والو، والحاله غاده وكتكرفص نهار على نهار. وبان عليه الخوف، ماشي على راسو ولكن خايف توقع عليه شي حاجه وتضيع سيزا من بعدو حيت ما عندها حد يقابلها. هنا كليفر تاكد باللي جدو مخبي شي حاجه بصح، وتوتر وزاد تقلق. في الليل حاول يقنعهم بجوج باش يمشيو يعيشوا معاه للمدينه، وقال لهم باللي غادي يتهلا فيهم وما يخصهم خير. ولكن فيرجينيو راسو قاصح وشاد في كلامه ورفض الفكره بمره. لغد ليه في الصباح كليفر فاق بكري وقرر يعاون جدو في تماره باش يريحوا. هز السطوله وضرب طريق طويله باش يجيب الماء، وطبعا هاد الشيء كان صعيب عليه بزاف، الشمس حاره والحراره ما كتحملش. فيرجينيو عجبو الحال وفرح بحفيدو، وتمنى في خاطرو يكون هو السند لجداتو من بعدو، وشاف فيه باللي راه دري ظريف وذكي وقاد بالمسؤوليه. بقاو كيدوروا في بزاف د البلايص نهار كامل باش يلقاو غير شي جغماد الماء، ومن بعد عيا كبير قرروا يرجعوا للدار. وفي نص الطريق فجأة واحد من اللاما طاح مريض بزاف. حاولوا ينطقوه بجميع الطرق هو وجدو، ولكن للأسف مات وبقى فيهم الحال بزاف بجوج. فيرجينيو عرف باللي لا بقات الحالة هكا البهايم كلها غادي تموت، وبقى كيدعي الله توقع شي معجزة وتصب الشتاء. كليفر زاد تقلق على جدو وجداتو، وشاف باللي ضروري خاصهم يديروا تحاليل وفحص طبي ولو غير مرة في العمر باش يطمنوا عليهم. ولكن فيرجينيو رفض حيت عارف راسو مريض وقرب يموت، وما بغاش الحقيقة تبان وتعرف سيزا باللي غتبقى بوحدها. وكان كيفكر كيفاش يصارحها بطريقة اللي تقدر تقبلها بلا صدمة. لغد ليه تجمعوا ناس القبيلة وطلعوا للجبل باش يديروا شي طقوس معروفة عندهم كيطلبوا الشتا تصب وترجع الفلاحة والخير. وتما بقاو كيتناقشوا في الحال، وبزاف منهم فقدوا الامل حيت هادي عامين والشتا حامسه، يعني بحال لا عمرها غادي تصب. وشافوا باللي الحل الوحيد هو يهاجروا ويمشيوا لشي بلاصه اخرى صالحه للحياه. قليل اللي باغي يصبر ومتمسك بالارض. جلس كليفر مع سيزا كيقنعها تهضر مع فيرجينيو مره اخرى باش يوافق يسافروا معاه. دخل عليهم فيرجينيو وسمعهم وتعصب بزاف وما عجبوش الحال كليفر يعاود يحل هذا الموضوع، وحلف ليه باللي عمرو يخرج من تما مهما وقع، وناض صداع كبير بيناتهم. فيرجينيو تخيل ليه باللي الاب ديالو هو اللي مصيفطو يدير هكا. كليفر حاول يدافع على راسو وحلف ليه باللي جا غير حيت كيبغيهم وخايف عليهم، وباللي راه كبروا ولازم يرتاحوا. ولكن فيرجينيو ما بغاش يفهم. كليفر تقلق ومشى وخلاه. من بعد سيزا واجهات راجلها وحاولت معاه باش يقول لها شنو مخبي، ولكن والو، بقى مصر على السكوت. في الصباح فيرجينيو خرج يقابل شغله كيف العادة. المرض زاد جهد على فيرجينيو، ومع قلة الماكلة والشراب جاه الجفاف. وفجأة وهو غادي سخف وطاح على الأرض. دازيت سوايع وهو معطل. مراته وحفيدو بداو يتقلقوا حيت أول مرة يغبر هكا. كليفر تخلع وخرج يقلب عليه وهز معاه البيل باش يضوي في الظلام. في ديك اللحظة فيرجينيو فاق ولقى راسو بوحدو، والبهايم ديالو كلهم تفرقوا، ورجع للدار ونعس نيشان. لاغد ليه في الصباح لقاهم جالسين حداه وما بقاش عنده فين يهرب. اضطر يعاود ليهم الحقيقة كاملة. شرح لمراتو سيزا باللي راه مريض بصح وما بغاش يخلعها، وباللي المرض ديالو خطير وما عنده دواء، ومسألة وقت وصافي ويموت. وكان هاز الهم ليها بزاف كيفاش غتعيش من بعده. سيزا غير سمعت هادشي تصدمات وبقات كتبكي بحرقة. كليفر خرج برا مخنوق من الصدمة وبدا كيبكي في جدو كيحاول يخبي دموعه باش ما يزيدش عليهم الهم. عرف باللي جدو راسو قاصح وعنيد ومستحيل يوافق يخرج من أرضه، وحس براسو عاجز وما عرف ما يدير. فيرجينيو ناض كيدور في القرية وشاف الديور رابت والناس هاجرات المدينة، وبقى فيه الحال على البلاد كيف ولات خاوية. سيزا بقات كتزرع شي حبيبات في الأرض على أمل تصب الشتا وينبتو. لغد ليه كليفر حاول يقنع جدو مرة أخرى باش يمشي للسبيطار ويتعالج، وقال ليه بهذا التصرف راك كتخلى على جداتي وكتسمح فيها. ناض صداع كبير بيناتهم، وفيرجينيو تعصب وجرى على كليفر من الدار وقال ليه هز حوايجك وسير بحالك. سيزا تقلقات بزاف من راجلها ودافعات على حفيدها وقالت ليه باللي الدري غير خايف علينا وكيبغينا. فيرجينيو كان كيشوف كليفر بحال باه إنسان قاصح، ولكن بقوة ما سيزا لحات عليه طلبات منه يمشي في الصباح للمدينة يصالح الدري ويردو. فيرجينيو وخا عنيد حن قلبه وحس بالذنب
وقرر يسمع لهضرتها. وقبل ما يتحرك لقى كليفر راجع وجايب معاه طبيب مخصوص باش يقلب جدو. الطبيب أكد لهم باللي الحالة خطيرة ولازم يمشي للسبيطار دغيا. بعد تفكير طويل فيرجينيو استسلم الأمر الواقع على وجه مراته وحفيدو، جمع حوايجو وجبد الذهب اللي كان مخبي وتصاور قدام عطاهم الكليفر هدية وطلب منه السماحة على أي حاجة خايبة دارها. تما كليفر حس باللي جدو كيبغيه من قلبه وفرح بزاف. مشاو يجمعوا البهايم بجوج، ولكن المرض غلب فيرجينيو وطاح في الفراش. كليفر حس باللي النهاية قربات، وفعلا دازو شيامات ومات الجد مسكين. سيزا بكات عليه وتأثرت بزاف. من بعد ما بردو شوية داروا الطقوس والتقاليد ديالهم باش يودعوه الوداع الأخير، وسيزا كان باين عليها حزن كبير. كليفر مشى جلس في البلاصة اللي كان كيجلس فيها جدو وتفكر اللحظات اللي دوز معاه. وملي كليفر وجد راسو باش يرجع للمدينة جداتو رفضات تمشي معاه، صممات تبقى في دارها وتوفي بالعهد وتعيش حدا قبر حبيبها للأبد. عطات لحفيدها هدية صغيرة صيبتها بيديها وطلبت منه يبقى يجي يطلع عليها مرة. كليفر ودعها ومشى وخلاها. وفي نفس النهار سمع مرات بالغيام وعرفنا باللي الشتاء أخيرا وصلت والخير غادي يرجع للأرض كيف ما تمناو وكتر. هنا سالت قصة فيلم ديال اليوم اللي كان فيلم زوين بزاف، فيلم درامي وقصته مؤثرة. أنا خديت منه بزاف ديال القيم، منها الوفاء، الحب الحقيقي، العشرة الزوينة والتشبت بالجذور. وانتوما شنو بان لكم؟ كنتمنى يعجبكم، واللي وصل لهاد البلاصة يخلي لي في التعاليق ايموجي ديال الجبال. وبسلامة.